استعراض كامل للعجلة الذهبية القادمة، بالإضافة يا جماعة رح نستعرض الرفيق الجديد وجميع التفاصيل القادمة مع المواعيد. تابع معي الفيديو لتعرف كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن أخواني؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بالبداية خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو يا جماعة رح نستعرض العجلة الذهبية القادمة مع الموعد الرسمي لها. طبعا هي عجلة الأوزي مع البدلة الذهبية الفائقة. فربي يسعدكم. بالبداية لا تحرموني من اللايك لهذا الفيديو، والأخوة اللي عم تابعوني لأول مرة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الجميع وتدعمني بزر اللايك لحتى يوصلك أول بأول كل جديد. ويلا سوا نبلش. وكمان يا جماعة عملت قناة على التيك توك، حابب أذكركم بهي الشغلة. فعندنا نصل ل1000 مشترك. أول 1000 مشترك من الأشخاص المتفاعلين الموجودين عندي على التيك توك رح يربحوا معي جوائز شدات، بالإضافة لشعبية، بالإضافة لرويال باس من أول 1000 مشترك. فروحوا انضموا للقناة، رح اترك رابط القناة على التيك توك بالوصف والتعليق المثبت، بإمكانكم تصلوا له بشكل مباشر. ومثل ما انكم شايفين يا جماعة في عنا إضافات جديدة على متجر المنزل بهذا الشكل. بإمكانكم عن طريق العمل الخاصة بالمنزل تستردوها وتحصلوا عليها بشكل مباشر. فاكتبوا لي رأيكم بهي الإضافات الجديدة وشو رأيكم فيها وكم الليفل اللي وصل في المنزل عندكم. وكمان حابب أسألكم عن مواجهة التنين، مين لهي اللحظة ما عمل الإنجاز ومين اللي عمل الإنجاز بكم محاولة حسنتوا تعملوا هذا الإنجاز. ننتقل سوا يا جماعة بالنسبة للبدلة الجديدة، البدلة الذهبية مع عجلة الأوزي. مثل ما نكون شايفين يا جماعة بالنسبة للبدلة رح تكون معنا بهذا الشكل. فشو رأيكم بهي البدلة؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بالنسبة لشخصية الشاب أو الولد رح تكون بهذا الشكل، مثل ما نكون شايفين معضل، يعني عضلات وحركات، بالإضافة إلى قصة الشعر. وهذا شكل البنت، شخصية البنت رح يكون معنا بهذا الشكل. ومثل ما نكون شايفين هي الحركة الخاصة بالبدلة أو الشخصية، والعرض الترويجي الخاص فيها، يعني محارب بالقطب الجليدي. والمناسبة يا جماعة حابب نوه عن شغلة، انه الأوزي انا ذكرت بفيديو سابق رح يكون من 8 تطويرات. يعني اتخيل الأوزي من 8 تطويرات. يعني على الصندوق رح يكون في لحظة مجيدة، مثل ما بتعرفوا مثل الام4 الموميا اللي نزلت. ومثل ما نكون شايفين يا جماعة هي تسجيل الدخول الخاص بالبدلة. فشو رأيكم فيها؟ بيمسكوا البوق بهذا الشكل. يعني بصراحة تسجيل الدخول رهيب جدا. فأنتوا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهي البدلة أو الشخصية الجديدة بالعجلة الذهبية القادمة. طبعا بالنسبة للأوزي مثل ما نكون شايفين رح يكون معنا بالشكل الأساسي بهذا الشكل. فحابب أسأل يا جماعة، مين منكم متحمس للأوزي وتطويرته؟ وهل برأيكم يعني يكون من 8 تطويرات مستاهل أو محرز؟ فشو رأيكم؟ بتمنى تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن هي التطويرة. على الليفل واحد يا جماعة مثل ما نكون شايفين راح يكون بهذا الشكل. يعني بالليفل واحد بصراحة منظره حلو، بس المصيبة بالتطوير. يعني التطوير 8 مراحل، يعني حتى تصل للحظة المجيدة يعني بدك شدات بحر. بالشكل النهائي يا جماعة مثل ما نكون شايفين الليفل الماكس بصراحة منظره رهيب جدا. البرق مثل ما نكون شايفين على الجسم الأوزي بهذا الشكل، يعني راح يكون كتير مميز. مثل ما نكون شايفين عم بيستعرض لنا التفاصيل الكاملة. البخار، بخار الجليد مع البرق بهذا الشكل. يعني التطويرة حلوة والسكن كتير مميز. فأنتوا كنتوا هل تتمنوا انه يكون لغير سلاح، مثلا للاي كي او الام 4؟ بظن يعني لو كان لغير سلاح كان اجمل او محرز مثل ما بكون. مثل ما نكون شايفين المقبض، التفاصيل يا جماعة رهيبة جدا. يعني انا كنت اتخيلها مثلا للاي كي،
الكل مسج يا جماعة فظيع، مو طبيعي، متعوب عليه بصراحة. يعني هي اللحظة المجيدة، صندوق الغنائم بهذا الشكل يعني رهيب جدا بصراحة. تأثير الضرر كتير مميز، مثل ما انكم شايفين البرق والرعد. هي صندوق الغنائم بالشكل النهائي، اللحظة المجيدة. الحركة رهيبة جدا يا جماعة بصراحة، تطويرة كتير مميزة. اكتبوا لي يا جماعة مين منكم بيستخدم الأوزي بشكل مستمر. يعني أنا عن نفسي يا جماعة بستخدمه مع الخصم، بيفضى وما أحيانا يعني ماشي حاله. مثل ما انكم شايفين يا جماعة بالنسبة للرفيق الجديد. الرفيق الجديد يا جماعة حكيت بفيديو سابق موجود عندي بالقناة انه راح يكون عنا الدب. والمفاجأة يا جماعة السكنات الموجودة مع هذا الرفيق. يعني بصراحة هذا السكن كتير مميز. مثل ما انكم شايفين عم بتحول للدب القطبي، التلج عليه بهذا الشكل. يعني الإضافات اللي جاية كتير مميزة يا جماعة. فمين منكم متحمس للرفيق الدب؟ الحركة متعوب عليها بهذا الشكل، يعني السكن كتير مميز. وبالنسبة لهذا السكن يا جماعة أكيد راح يكون مثك، والأساسي الدب البني. طبعا راح يكون أكيد بالعمل، عمل الرفيق بتحسن تسترده إذا كان عندك 200 عملة. ومثل ما نكون شايفين كمان عنا هاي السكنات كمان خاصة بالدب بهذا الشكل. شكله صار غريب، هدول القرون اللي على ظهره هيك. يعني بصراحة هداك أنا برأيي أجمل من هاد السكن، يعني كان هداك أفضل من هذا السكن. وهذا السكن بالنسبة للدب البني بهذا الشكل رح يكون معنا. فشو رأيكم بهذا الرفيق وسكناته؟ تقييمكم لألا اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. هلا هو كرفيق بشكله الأساسي حلو، بس السكنات اللي كانت موجودة أنا أجمل شيء بالنسبة لي هو الدب القطبي بدون أي شيء على جسمه، دروع وحركات. بالنسبة لمحتويات العجلة يا جماعة مثل ما انكم شايفين راح يكون في عنا الحقيبة، بالإضافة للطائرة الشراعية أو النزول، طريقة النزول. وأكيد راح يكون عنا المولوتوف والنيد. بالإضافة يا جماعة راح يكون في عنا قفازات. طبعا هاي القفازات يا جماعة في إلها تأثير حاليا متوفر معنا بالتسريبات بهذا الشكل. تأثير الضرب البوكس، يعني لما تضرب الخصم بالبوكسات راح يكون في تأثير ثلجي. وراح يكون عنا أيضا شعبية والحلية. مثل ما انكم شايفين عنا النيد والمولوتوف القابلات للتطوير مع تطويرة الأوزي، وأكيد الإطار والكريستالات الخاصة بعمل العجلة. اخواني حبايبي وصلنا لنهاية فيديو اليوم، ربي يسعدكم. لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة. وبشكر كل اللي تابعني لهي اللحظة. دمتم بخير، سلام.